السلام عليكم عزيزي المشاهد، واهلا بيك في فيديو جديد. بس ده فيديو استثنائي لان لاول مره هتشوف بعينيك اهم مميزات اندرويد 14. في العادي كان بينزل تقريبا 2 ديفلوبر بريفيوز قبل مؤتمر جوجل اي او، ويوم المؤتمر جوجل بتنزل اول بيتا واللي بتكون الشركه استقرت فيها غالبا على ايه اللي هينزل في الابديت الجديد وايه اللي كان بس مجرد تجربه. السنه اللي فاتت جوجل غيرت الموضوع ونزلت البيتا قبل المؤتمر. نفس الموضوع حصل السنه دي وقدرنا نجرب اندرويد 14 قبل المؤتمر باسبوعين تقريبا. فتعالى النهارده نشوف اهم 14 ميزه هتبقى موجوده في اندرويد 14. اول حاجه اندرويد 14 ما بقاش اسمه اندرويد 14. جوجل هترجع تاني اسامي الحلويات وهيبقى اسم الابديت ده ابسايد داون كيك، الكيكه المقلوبه. هما غالبا ما لقوش اسم حلويات بحرف اليو عشان ده اللي عليه الدور فخلوها بالاسم العجيب ده. بس للاسف مفيش استر ايج للتحديث الجديد لحد دلوقتي، وجوجل لسه محتفظه بنفس الموجود في اندرويد 13 واندرويد 12. يعني لو دخلت على اندرويد فيرجن من السيتنجز بعد كده هنا دوست كذا مره هيظهر لك نفس الاستر ايج اللي كانت موجوده في اندرويد 12 واندرويد 13. نسيبنا بقى من الكلام الفاضي ده ونركز على الحاجات المهمه. جوجل مش عايزاك تنزل اي ابلكيشن من بره الستور. لو حاولت تنزل اي فايل اي بي كي في اندرويد 14 من بره الستور هتلاقي جوجل بتجيب لك رساله. يعني دلوقتي مثلا لو دخلت على داونلودز هنا اهو هتلاقي جوجل جايبه لك رساله بتقول لك الفايل ده انسيف وان الفايل ده فيه تحذير ومش عارف ايه، ومش هتجيب لك ان انت تنستول على طول، لا لازم تدوس الاول على مور ديتيلز، بعد كده بتدوس انستول اني واي كانها زي كروم بالظبط. ان هو لما بتدخل على موقع مثلا مش موثوق فبيجيب لك ادفانسد وبعد كده بتدوس برضو كونتينيو اني واي. نفس الفكره هنا بالظبط. علشان تسطب اي ابلكيشن من بره الستور لازم تعمل انستول اني واي. وواضح جدا ان جوجل بتحاول تخبي الاوبشن ده علشان تمنع المستخدمين العاديين من ان هم يمشوا في السكه دي. في الحقيقه التوجه ده بدا من اندرويد 13 لما منعت جوجل اي تطبيق خارجي من انك تديله صلاحيات من الاكسسبيليتي. حتى لو انت عايز ده ومقتنع تماما بيه جوجل مش هتسمح لك. الموضوع بقى اتطور هنا شويه ان هو يصعب عليك المساله اكتر شويه. جوجل برضو مش عايزاك تستخدم برامج تسريع الجهاز وخلتها بقى ملهاش لازمه اكتر من الاول. زمان البرامج دي كانت بتقتل لك كل الباك جراوند بروسيسز اللي في الخلفيه، وده حاجه ممكن تضر اكتر ما تفيد عشان في برامج بتكون مصممه انها تشتغل في الخلفيه، وكده كده اندرويد ذكي كفايه ان هو يقفلها لوحده لما يحتاج مساحه الميموري. اندرويد 14 بقى خلى البرامج دي يا دوب تقدر تقفل الباك جراوند بروسيسز بتاعتها. يعني لما تيجي تعمل كلين او تدوس على المقشه او الزرار السحري بتاعهم مفيش حاجه هتتقفل غير الباك جراوند بروسيسز بتاعه الاب نفسه، والباقي هيفضل شغال زي ما هو. وريح نفسك، الحاج والحاجه واصحابك اللي بيستخدموا الحاجات دي هيفضلوا يستخدموها برضو، بس يعني حاول تفهمهم ان ده مش صح. اما بقى الحاجه اللي كلنا كنا عايزين نخلص منها اللي هي التطبيقات اللي بتيجي مع الموبايل او البلوتوير. جوجل هتخليك تمسحها من غير اي قيود، وهتقول لك ايه اللي تقدر تمسحه ومش هيأثر على السيستم وايه اللي جزء من السيستم وما ينفعش تمسحه. ولكن الموضوع ده كله خاص بالتطبيقات اللي مثلا لو انت في دول الخليج او دول بره الشريحه، زي ما انت بيكون عندك يعني زي ابلكيشن بتاع فودافون كده، بيبقى في ابلكيشن بره خاص بالخط اللي هم بيستخدموه. فهي دي التطبيقات اللي انت هتقدر تمسحها لغايه دلوقتي. بس ممكن دي تكون خطوه ان جوجل تشيل كل البلوتوير اللي بتيجي فعلا مع الموبايلات زي البراندات التانية زي شاومي او غيره اللي بيكون فيها بلوتوير كتير. نسيت اقول لك لو حاولت تحمل اي تطبيق موجه لاندرويد 5.1 فيما اقدم جوجل هتمنعك، مش هتلاقي الاوبشن اصلا انك هتثبته. بس ده كلام جوجل بتقول لك ان عمليات الاختراق بتستهدف التطبيقات المبنيه على اصدارات الاندرويد القديمه. فلو التطبيق عندك هيفضل عادي، بس لو حاولت تنزله من اول وجديد بص هي جوجل بتقول انك مش هتعرف وانها هتمنعك من ده اصلا. بس انا جربت الموضوع ده ولقيت انه نزل عادي، بس كان فيه تنويه زياده انه قديم. بس ماشي اوكي هو قديم بس اتسطب عادي، فممكن حوار المنع ده يكون في الفاينل ريليز بتاعت اندرويد 14، لكن لغايه اللحظه دي هو مش موجود لسه. من الحاجات التانية برضو اللي ليها دعوة بالتطبيقات في اندرويد 14 هي الكلوند ابس. جوجل هتخليك اخيرا تعمل اكتر من نسخة في نفس الاب. العيب هنا ان الكلوند ابس دي مش هتحتفظ بالداتا وكل مرة هتحتاج تعمل ساين ان. ممكن الوضع ده يبقى مؤقتا لغاية النسخة الكاملة. بس هتقولي طب ما موبايلي بيعمل الكلام ده. هو حقيقي في شركات كتير ظبطت الموضوع ده عندها في اليو اي بتاعها، بس الفيتشر دي ما كانتش نيتف في السيستم. بالتالي لما اخيرا جوجل هتدعمها بنفسها هتبقى موجودة على كل الموبايلات بغض النظر عن الواجهة
النسخه بتاعتها، بس عموما هي مش موجوده في النسخه البيتا اللي معايا. البرايفسي في اندرويد 14 ما جالهاش ابديتس كتيره زي السنين اللي فاتت، بس جالها كام حاجه حلوه كده هتفرق معاك فعلا في الخصوصيه. دلوقتي انت تقدر تحجم الصور اللي يوصل لها اي اب، يعني مثلا لو حبيت تفتح انستجرام وتنزل ستوري هتلاقي يطلع لك بوب اب ويندو بتسالك لو عايز تفتح كل الصور ولا الصور اللي في فولدر انستجرام بس، فانت لو دوست على سيلكت مور هيظهر لك كل الصور اللي في الموبايل، لو عملت دونت سيلكت مور مش هيظهر لك غير الصور اللي في الالبوم بتاع انستجرام بس. الموضوع ده هيمنع الابس انها توصل لصورك عمال على بطال، بس احنا كلنا عارفين انك غالبا مش هتستخدم الموضوع ده وهتخلي البرامج تشوف كل الصور اللي على الموبايل. لو انت بتستخدم اندرويد 13 هتلاقي الموضوع ده في كام اب كده كانوا بيستخدموا الفوتو بيكر بتاع السيستم، بس خلاص الابديت الجديد الموضوع ده هيبقى اجباري على كل التطبيقات، مش مرتبط باللي كان بيستخدم الفوتو بيكر قبل كده زي كونتاكتس وزي مسجز. مثلا لما تيجي تدخل البن على موبايلك ممكن تخفي الانيميشنز اللي بتظهر، يعني لو دلوقتي جيت افتح وكتبت اي ارقام مثلا مفيش اي انيميشن بتظهر على الارقام اللي انا بدوس عليها، ولو البن مكون من اكتر من 8 ارقام او حروف ممكن تخلي الموبايل يفتح من غير ما تدوس على الانتر دي. انا عارف ان الحاجات دي موجوده في موبايلات كتير قبل كده من زمان، بس لسه جديده على الاندرويد الخام او حتى نسخه البيكسل دي. نروح بقى لليو اي. جوجل الصراحه من ساعه ما نزلت الماتيريال يو في اندرويد 12 والواجهه بتاعتها بقت مش ناقصها حاجه تقريبا، وكل سنه بقت بتنزل حاجه او اتنين. الحاجات الجديده السنه دي بسيطه الصراحه، بس احلى حاجه هو اللي بيحصل لما تدوس على باك او سوايب باك زي كده، السيستم هيجيب لك بريفيو او استعراض صغير للصفحه اللي هترجع لها. الموضوع ده موجود لغايه دلوقتي في الابس بتاعه السيستم بس، يعني مثلا الاب بتاع السيتنجز بس، الاب الوحيد اللي موجود فيه الفيتشر دي غير السيتنجز اب هو ابلكيشن ريديت. يعني مثلا لو شغلت الفيديو ده اجي ارجع دلوقتي هو بيجيب لي بريفيو برضو للي انا كنت عليه قبل كده، بس اكيد هتكون متاحه في تطبيقات اكتر لما النسخه النهائيه تنزل. برضو من ضمن الحاجات اللي عجبتني ان جوجل اخيرا هتفرض ان لون الخلفيه للنافيجيشن بار اللي تحت ده هيبقى شفاف. يعني الاول كانت بتبقى يا سودا يا حسب التطبيق، بس خلاص كله هيبقى شفاف بشكل اجباري. يعني انا دلوقتي مثلا في السيتنجز المنطقه اللي تحت النافيجيشن بار شفافه، لما يجي عليها تكست هو مش بيكون على حاجه سودا او مش بيختفي خالص، لا هو موجود، كل اللي بيخفيه بس البار نفسه هو اللي بيختفي، لكن غير كده المنطقه دي كلها شفافه. من الحاجات الحلوه برضو هي الايموجي كيتشن، فيتشر كده جوجل ناقشتها من قبل بتخليك تعمل وول بيبرز من شويه ايموجيز زي ما انت شايف كده. لو انت جربت تستخدمها لو معاك البيتا مش هتعرف، لازم تنزل الاي بي كي وتستخدم اكتيفيتي لانشر عشان تشتغل، او ممكن تستخدم اي برنامج لايف وول بيبر او لانشر زي النوفا لانشر وهتشتغل. السيتنجز برضو جالها كام حاجه لطيفه زي ان لما يجي لك نوتيفيكيشن تقدر تخلي الفلاش ينور او ان الشاشه تنور. الكلام ده بتعمله بانك تدخل على السيتنجز بعد كده نوتيفيكيشنز وبتنزل تحت هتلاقي الفلاش نوتيفيكيشنز. لو فعلت الفلاش نوتيفيكيشنز شوف هنا كده، لو دوست على بريفيو زي ما انت شايف كده بيبدا الفلاش ينور، هو ده هيكون لما يجي لك نوتيفيكيشن. وممكن نفس الكلام تعمله للسكرين برضو، الشاشه هتنور بالوان مختلفه لما يجي لك اي حاجه بالشكل ده، وممكن انت تحدد بقى الالوان زي ما انت عايز تقعد تلعب فيها مثلا وتعمل كده. كمان جوجل هتديك تحكم اكبر في النوتيفيكيشنز وتقدر تمسح اي اشعار جالك حتى لو كان من حاجات السيستم اللي ما بتتمسحش زي الحاجات اللي بتكون شغاله في الباك جراوند مثلا. في حاجه تانية اسمها ريجنال بريفرنسز، الاول انت بتفعلها من السيتنجز، بعد كده بتدخل على سيستم، بعد كده بتدخل على لانجويج اند انبوت، بعد كده بتختار ريجنال بريفرنسز. من هنا بتقدر تختار وحدات قياس لكل التطبيقات اللي موجوده في الموبايل، يعني مثلا وليكن درجه الحراره اقدر اختار لها يا اما سيليزيوس يا اما فahrenheit، ده هيكون في كل التطبيقات بشكل عام اللي موجوده في الموبايل. نفس الكلام بالنسبه للمسافات، نفس الكلام بالنسبه للايام، يعني مثلا بقدر اختار اول يوم في الاسبوع هيكون يوم الاحد عشان ما تنزلش تطبيق مثلا لريجن مختلف يكون منبه يعمل لك اول يوم في الاسبوع الاثنين مثلا، لا هو كل حاجه هتكون ثابته بالنسبه لكل التطبيقات. مشكله الميزه دي انها موجوده بالنسبه لدرجات الحراره وموجوده بالنسبه للايام، بس مش موجوده مثلا للمسافات زي الكيلومتر والميل ولا الاوزان زي الكيلو والباوند. هو احنا نتمنى ان جوجل تقدم حاجه زي كده، وعارفين في النهايه ان انت كده كده مش هتستخدم حاجه زي كده، بس انا بنصحك تستخدمها عشان تخلص من الناس اللي بيقيسوا المسافه بالدراع والقدم والاجزاء الغريبه دي. واخر حاجه
هي جديده بس مش جديده قوي في اندرويد 14، هي ان بقى فيه سكرين اون تايم في اعدادات البطاريه. يعني لو دخلت دلوقتي على اعدادات البطاريه بعد كده الباتري يوسج وبعد كده دوست على الجراف ده بيظهر لي السكرين اون تايم بتاع كل يوم. قبل كده كان الموضوع مختفي شويتين، يعني هي كانت موجوده قبل كده بس دلوقتي بقت ظاهره على طول. اول ما بتدخل زي ما انت شايف كده ظاهر لك 8 ساعات و48 دقيقه، ده السكرين اون تايم في يوم مثلا الثلاث بتكون ظاهره على طول. هي ميزه مش قويه قوي بس هي بقت موجوده دلوقتي بالنسبه للناس اللي بتهتم بالبطاريه وانها تتابع استخدامها واستهلاكها ليه. طبعا مفيش اختلافات جذريه بين اندرويد 14 واندرويد 13 او حتى 12، وده شيء منطقي بعد عمليه اعاده التصميم الضخمه اللي عملتها جوجل لما قدمت ماتيريال يو في اندرويد 12. ولو بتتابع طريقه شغل جوجل فهي بتتلخص في تحديث كبير بلغه تصميم جديده، بعدين تحسينات على التحديث ده لحد ما تطلع بتحديث جديد. بالتالي نتوقع ان اندرويد 15 او 16 هما اللي ممكن يكون فيهم نقلات شويه، بس بشكل عام التحديث ده في حاجات ظريفه وفي النهايه برضه هو مجرد بيتا فيرجن، فاحنا لسه ما شفناش كل حاجه. فده بالنسبه لاندرويد 14. قول لي ايه اكتر خاصيه حبيتها في الاندرويد 14 لغايه دلوقتي، ولو جهازك هيجيله التحديث الجديد قول لي برضه في الكومنتس. واعتقد بقى يعني ما تنساش اللايك والسبسكرايب، يعني فاهم. سلام.